صعب جدا على هسه احنا يا اخي، هسه لو نطبق الشرع الاسلامي هنا عندنا بالحصوة، الله وكيلكم سلسية للحصوة تتقطع ايديهم. ليش؟ لانه ب3 دراهم ينقطع. 3 دراهم يعني 120,000 دينار تنقطع الايد. كم واحد بالحصوة تنقطع ايده؟ صعبة جدا. لازم تغرس التشريع في قلوب الناس، يلا بعدين تحكم بعواقب من لا يلتزم بهذا التشريع هالشكل. فرب العالمين عندما يسن امرا بالتحريم ما يسن مرة واحدة، انما كان يسنه بالتجريد. ولنضرب لكم مثلا قضية النهي عن شرب الخمر. اول آية نزلت اللي هي في سورة النحل، ايش قالت؟ قالت ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. سكرا يعني خمر. يقول لهم انتوا هاي من نعمنا عليكم، النخل التمر مالته والعنب جاي يسوون من عنده خمر تشربونه، خمر ورزق حسن. رزق حسن يعني تتاجرون به. علماء العربية حتى لا أدوخكم، علماء العربية يقول لك هاي الواو اللي بين سكرا ورزقا حسنا يسمونها واو العاطفة، وهي تقتضي المغايرة. المغايرة يعني شنو؟ يعني ما بعدها غير ما قبلها. يعني رب العالمين جاي يقول احنا جاي انعمنا عليكم بالنخل وبالتمر وبالعنب حتى تسوون من عنده خمر وحتى تاخذون من عنده رزق طيب. يعني شنو؟ يعني الخمر رزق غير طيب. اضرب لك مثل، انا من اقول البارحة انا قاعد بالبيت واجوني زيد الخوش ادمي وعمر، ايش تفهم من كلامي؟ تفهم انه عمر مو خوش ادمي. هذا تلميح، لان الواو هنا تقتضي المغايرة، ما بعدها غير ما قبلها. اجاني زيد الخوش ادمي وعمر. رب العالمين هالشكل جاي يقول ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا يعني خمر ورزقا حسنا. يعني الخمر رزق غير حسن. ترى افتهموا اهل اللغة هم اهل قريش يفتهمون شنو القصد من هذا الكلام. فبعض المسلمين امتنعوا، قال لك رزق غير حسن. رب العالمين جاي يقول مو احنا، هاي شو وقت؟ هاي بعدهم بالعهد المكي بمكة. ورا كم سنة نزلت سورة البقرة في بداية الهجرة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني الخمر بيه منفعة وبيه مضرة، بس ترى المضرة أكثر. يفتهم المقابل، يفتهم عنه ترى المضرة به هذا الخمر. أنا عليش فامتلعوا الجزء كبير جدا من المسلمين عن شرب الخمر، لكن ماكو نهي بدليل أن سيدنا الحمزة رضي الله عنه وارضاه وهو سيد الشهداء مات وهو يحتسي الخمر، كان يشرب خمر. ليش؟ مات في معركة أحد السنة 3 من الهجرة، ولم ينزل تحريم الخمر بعد. وكثير من المسلمين بعدين نزلت آية سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. زين المسلم يصلي 5 صلوات باليوم بالنهار، وأكو بهم يقيم الليل، يعني يستحيل يقدر يشرب خمر بعد. فتضيق هذا الأمر على الناس، صعبة جدا صار يشرب خمر. وبعدين نزلت أخيرا الآية الفاذة الجامعة من سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والاجتناب أعظم من التحريم. اجتناب يعني شنو؟ يعني حتى اللي يشرب خمر لا تقعد يمه. إذا ما ظننت أن التمر الذي تبيعه لرجل يستخدمه لصنع الخمر لا تبيع، حرام. هذا هو الاجتناب. ايش وقت هاي الآية نزلت؟ في السنة 4 من الهجرة، يعني بعد 17 سنة من البعثة النبوية. الناس تقبلوه طبيعي جدا،
واللي عنده خمر بالبيب قاب سكبه بالشارع. يقول شوارع، وسيدنا أنس يقول شوارع المدينة امتلأت خمرا. وهكذا الأوامر الإلهية. رب العالمين أخي الكريم ما يريد يخلي الناس يضطرهم إلى ارتكاب المنهي. مسألة